لو انت في مرحله التخطيط للحمل يبقى الفيديو ده معمول مخصوص عشانك. هاي بنات، انا دكتوره ساره ومجمعه لكم اهم النصايح اللي لازم تعرفيها في فتره التخطيط للحمل. اول واهم نصيحه هي الفوليك اسيد. جدا كل يوم بعد الفطار تاخدي حبايه فوليك اسيد 500 مايكرو جرام قبل ما بتبتدي تتخططي للحمل بحوالي شهر. ليه؟ لان ممكن يكون مخزون الفوليك اسيد في جسمك قليل وده ياثر على الجنين وممكن يعمل تشوهات، فعشان كده الفوليك اسيد من اهم النصايح اللي انت تعمليها في الفتره دي. ولو انت عروسه ناويه ما تاخريش الحمل يبقى المفروض ان انت تاخدي حبايه فوليك اسيد واحده بعد الفطار شهر كامل قبل الفرح. طيب عشان يحصل حمل مهم قوي انه تفهمي امتى بيحصل تبويض. التبويض بيحصل عند اليوم ال14 من اول يوم دوره. يعني مثلا لو نزلت البيريود او الدوره في يوم الفلاني، عدي 14 يوم من اول يوم ده، هو ده اليوم المرجح يحصل فيه تبويض. ده لو الدوره 28 يوم. طيب لو الدوره 30 يوم بيحصل عند اليوم ال16. البويضه نفسها بتفضل 24 ساعه عايشه جوه الرحم، والحيوانات المنويه بتفضل عايشه جوه الرحم 48 ساعه. فبالتالي هنقول انه عند 14 يوم، قبلها بيومين وبعدها بيومين، مرجح فرصه عاليه لحدوث الحمل. عشان بقى ما نشغلش بالنا بالموضوع ده كله، في ابلكيشنز كتير زي مثلا بيريد كالندر وحاجات زي كده ممكن تنزليها من الاب ستور. الابلكيشنز دي بتكتبي فيها اول يوم جاتلك فيها البيريود، وبتقولي ان هي بتيجي مثلا كل 28 يوم ولا بتيجي كل 30 يوم، وهو بيحسب لك اكتر فتره بتكون مرجح فيها حدوث الحمل. خلينا ناخد فكرة عملية عن الابليكيشنز اللي انا بحكي عنها. الابليكيشن اللي جربته كان اسمه بيريد تراكر بيريد كالندر. لما بنيجي نفتحه بيدينا الصورة دي اللي هي ماي كالندر، وبعد كده بيفتح لنا على الصورة دي بتختاري منها بيريد ستارتس، يعني امتى البيريد بتبدأ. بعد كده بيفتح لك صفحة كده فيها نتيجة او كالندر، بتبتدي تحددي ايام وبتحددي هي 4 ايام ولا 5 ايام، وبعد كده بيقول لك اليوم اللي هو يوم التبويض. لما بتدوسي عليه بيفتح لك الكالندر دي او النتيجة دي. الايام المتظلله كلها كده بالبمبه اللي انا بشاور عليها دي عباره عن ايام البيريد بتاعتك، وبعديها هتلاقي ايام كده تحتيها فيها دوريات كده او سيركلز باللون الموف شويه، دي كانها بتعبر عن البويضه اللي هي الايام المرجح يحصل فيها تبويض والمرجح يحصل فيها حمل. هتلاقي لما بندوس على اي يوم من دول بيكتب لك من تحت نسبه حدوث الحمل. يعني مثلا لما اليوم ده مثلا medium chance of getting pregnancy، يعني احتماليه متوسطه لحدوث الحمل، وهكذا. بالنسبه للادويه، لو انت بتاخدي اي ادويه مهم جدا تراجعي الدكتور اللي انت متابعه معاه ايه الادويه دي، لان في ادويه كتيره جدا زي مضادات حيويه ومسكنات ممكن تسبب تشوهات في الاجنه، فلازم تراجعي كل ادويه اللي انت بتاخديها قبل ما تبداي في التخطيط للحمل. فترة التخطيط للحمل مهم قوي نعمل شوية تحاليل هقولك عليها، هي صورة دم كاملة عشان نشوف احنا عندنا انيميا ولا لا، ولو عندنا مهم قوي ان احنا نعالجها قبل الحمل. مهم ان احنا نعمل وظائف كلى ووظائف كبد، وكمان هرمون التي اس اتش بتاع الغدة، وكمان السكر التراكمي، لان طبعا في ناس كتير بيجيلها سكر اثناء الحمل. التحاليل دي زي تشيك اب مهمة قوي نعملها في فترة التخطيط للحمل. طبعا ممنوع اي اشعاعات ان انت تعمليها في فتره الحمل او في الفتره اللي انت ناويه تحملي فيها، لان انت مش هتبقي عارفه انه حصل حمل فعلا ولا لا، فاي اشعه ما ينفعش تعمليها في الفتره دي. بالنسبه للاشعاعات، الاشعه العاديه مؤذيه واشعه المقطعيه مؤذيه جدا، عشان المقطعيه بتبقى دوز عاليه جدا جدا من الاشعه، ومفيش حد بيعمل اشعه وعارف انت حامل مستحيل ان هو يوافق. فبليز لو انت مضطره ان انت تتعرضي من اي نوع من انواع الاشعه، تحليل الحمل قبل ما تعملي الاشعاعات دي. لغايه الفتره اللي فاتت انت كنت معايا في الكلام تمام. هنا بقى هسخف عليكي شويه واقولك ان للاسف الوزن ليه علاقه كبيره جدا بالقدره على الانجاب. يعني مثلا لو احنا وزننا زياده قبل ما نحمل يعني او قبل الحمل، هيحصل ايه؟ ممكن نتعرض جدا لان يحصل ضغط اثناء الحمل، ضغط عالي، ممكن نتعرض لسكر الحمل، وممكن نتعرض كمان ان الطفل يكون اكبر او واخد مكتسب وزن زياده، فمثلا لو انت ناويه تولدي ولاده طبيعيه ما تقدريش بسبب حجمه الكبير. فلو احنا ناويين ان احنا يعني نحمل او في فتره التخطيط للحمل، مهم نحاول نظبط وزننا شويه. الوزن المثالي
بحيث انه ما نتعرضش للمشاكل دي. حاجه كمان ان انت لو هتحملي على وزن عالي، اصلا الحمل بيسبب اكتساب في الوزن، فهيكون في صعوبه بقى ان انت تخسي الوزن الاولاني ووزن الحمل كمان، فده هيكون صعب عليكي قوي بعد الولاده. بالنسبه للسيدات اللي بتعاني من النحافه، ده برده ممكن ياثر على الجنين في اثناء النمو بتاعه داخل الرحم، يحصل له intrauterine growth retardation، يعني ممكن تلاقي حجمه صغير شويه او نموه تكون متاخر شويه، فبالتالي الوزن المثالي او الوزن المظبوط هو مش رقم بس، هو رينج بيكون افضل حاجه ان احنا نحمل عليها. التطعيمات طبعا انت ممكن تضحكي او تحسي ان دي حاجات ممكن ما تجيش في بالك، بس للاسف في امراض كوارث لو جت اثناء الحمل، يعني ممكن هي لو جت في وقت تاني ما تسببش مشاكل كتيره قد ما تيجي في اثناء الحمل، منها الروبيلا او الحصبه الالمانيه والجدري المائي اللي هو تشيكن بوكس، وكمان الالتهاب الكبدي الوبائي اللي هو هيباتيتس بي. الحاجات دي كوارث لو حصلت اثناء الحمل، ليه؟ لانها بتسبب تشوهات في الاجنه، وكمان مثلا هيباتيتس بي او الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس او فيروس بي، يعني ده ممكن يتنقل للاجنه. فانت الافضل من ان انت تتعرضي للموضوع ده ان انت اثناء فتره التخطيط للحمل قبل ما تحملي فعلا تبتدي تاخدي التطعيمات دي. بصي يا ستي، ده شكل الروبيلا اللي احنا بقولك عليها، هو ده الحصبة الالماني، ده بيبقى شكل المريض بيها. فحاولي لو انت اوريدي كنت حامل وما كنتيش تعرفي المعلومه دي، تبعدي عن اي شخص بالشكل ده، لانه ممنوع تماما ان انت تاخدي التطعيم في اثناء وانت حامل. طب لو احنا لسه ما حصلش حمل، توجهي بقى لاي مثلا مركز للمصل واللقاح او حاجه زي فاكسيرا او كده، وخدي عنده التطعيم قبل ما يحصل حمل. وبالنسبه للجدري المائي، ده برضو شكلها منتشره جدا جدا في الاطفال وبتتنقل باللمس، فلو برضو عندك حد اطفال في العيله او اي طفل تعرفيه وده كان مظهره وانتي حامل، ابعدي تماما عن الطفل ده، لانه ده يعمل تشوهات اجنه. وبرضو لو انتي في فتره التحضير ولسه ما حصلش حمل، الحقي ان انتي خدي التطعيم ده. بالمناسبة برضو الجدري المائي بيجي على كبر لحاجة اسمها الحزام الناري، ناس كتير برضو بيجي لها، بيكون مثلا الجد او الجدة او حاجة، فلو لقيتي حد كبير في السن وعنده الشكل ده او المظهر ده او بيشتكي من الحزام الناري، نفس الفكرة، ابعدي عنه تماما خصوصا وقت الحمل، لانه مفيش اي تطعيم ينفع تاخديه اثناء الحمل. اخر حاجه، لو انت نفسك عندك فيروس بي او بتتعاملي مع حد عنده فيروس بي، لو انت عندك فيروس بي هو ليه علاج، ما تبدايش في الحمل قبل ما تاخدي العلاج ده عشان بيتنقل للاجنه، خدي بالك، دي معلومه مهمه وحصلت اوريدي مع ناس نعرفها. لو بتخططي للحمل، وقفي استخدام اي غسول اللي هو مهبلي فاجينال ووش، لانه انواع كتير منها بتسبب موت للحيوانات المنويه. مهم تكوني بتاكلي اكل متوازن وتبعدي شويه عن جانك فود في الفتره دي. مهم كمان تقللي من الكافيين شويه، يعني لو بتشربي الشاي والقهوه والبيبسي بكميات كتيره، فده مش هينفع خالص في وقت الحمل، لانه اصلا الكميه المسموح بيها اثناء فتره الحمل هي 200 ملغ في اليوم، فبالتالي حاولي قللي شويه من المنبهات دي. طبعا التدخين ما فيش اختلاف عليه، سواء ايجابي او سلبي، كونك حتى قاعده جنب جوزك لو مدخن او كده، ده برضو ممنوع في الفتره دي. اخر حاجه، ان انت لو روتينك مجهد ومتعب وفي حركه كتير او رياضه كتير، حاولي بس قللي نشاطك شويه وارتاحي شويه واديله الغذاء الكافي والراحه، عشان هو دلوقتي في مرحله بناء لبيبي جديد. بس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عندك اي سؤال بقى اكتبيلي في التعليقات، تشتركي في القناه وتعملي سبسكرايب عشان اي فيديو تاني اعمله يكون عندك.